نازلين يوم 25 يناير الجاي. احنا هننزل وبدعو الشعب المصري كله انه ينزل ضد الفقر، ضد الذل، ضد الاهانه، ضد الاستبداد. مفيش حاجه اتغيرت، الذكرى الثالثه للثوره ومفيش حاجه. لا، البلد بترجع، يمكن بترجع للخلف اكتر. انا اللي بيحصل من حصار الدستوريه ومفيش دوله قانون، واللي عنده حاجه بيعملها ومفيش حد. انا حاسس كده ان بيحكمنا بجد مش نظام، لا بتحكمنا ناس مش عارف بس بجد يعني الناس سلاح عند الاتحاديه ويضربوا. يعني ايه نظام؟ يعني ايه نظام يضرب متظاهرين بالنار؟ يعني ايه يلغوا الداخليه؟ يعني ايه يلغوا القضاء ويحاصروا القضاء وسطوتهم تبقى في كل مكان؟ مدينه الانتاج الاعلامي للاعلامي وسلاح يطلع عند مدينه الانتاج الاعلامي. مفيش دوله القانون. انا بدعو الشعب المصري ينزل بجد، لان اللي حصل كله ده مفيش حاجه اتغيرت. احنا زي ما احنا، نفس الذل، نفس كل حاجه، نفس القتل في الشوارع، بيقتلوا الثوار حقيقي، بيخطفوا، بيحبسوا، بيعذبوا، واظن شفنا التعذيب في كل مكان. ده مش نظام يحكمنا. احنا مش عايزين كده. احنا طلعنا عشان نعيش حريه، عداله اجتماعيه. ما قلناش ميليشيات تحكمنا، ما قلناش لا احنا عايزين نهي عن المنقول، ما قلناش اسلاميه اول ما طلعنا. احنا كلنا مسلمين، عشان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هو مين؟ كلنا بنصلي، كلنا بنصوم، كلنا بنعبد ربنا. يعني ايه تفرقني انا واخواتي في البيت؟ يعني ايه تقسمني؟ اخويا اخوان وانا وجهة نظرهم ملحد وكافر. مين اللي قال كده؟ مين معاه سك الغفران؟ هو المقصورات اللي بتتنقل لنا عبر التاريخ دي وبتتقال لنا من اجدادنا واجدادنا ان امراه باغيه من بني اسرائيل اطعمت قطه دخلت الجنه، وواحد سقى كلب بنعل حذاء دخل الجنه، وواحد قتل 99 واحد وراح لعالم اهل الارض، فقال له، راح لعالم كبير يعني، فقال له لا انت ربنا مش هيرحمك، فقتله وربنا دخله الجنه. هي المقصورات دي بتجينا ليه؟ اكيد عشان الدين المعامله، الدين السماح. احنا شعب متدين بطبيعته، ما احناش عايزين ميليشيات تحكمنا بجد، مش عايزين ميليشيات تحكمنا. عايزين مرسي لكل المصريين، عايزين مرسي مش لجماعه الاخوان المسلمين بس، مش عايزين قتل، عايزين دوله قانون بجد. اغلط تتحاسب، اديني حقي وخد حقك. انا مش عايز اكتر من كده. انا ما بقولش احنا نازلين عشان خاطر مطالبنا اللي ما اتحققتش منها حاجه، لا كما كان يعني، لا بل اسوأ مما كان، بل اسوأ مما كان. احنا هنحارب لاجل حلمنا ومش هنسيب حلمنا، واحنا لسه بنقول سلميه. هم مش عايزينها سلميه، احنا بنقول سلميه. هم المرشد يطلع يقول يعني ايه المرشد؟ يعني ايه مرشد عامل اخوان؟ واحنا مالنا؟ هو بيحكمنا المرشد ولا بيحكمنا مرسي؟ يعني ايه شهدائنا؟ في شهداء يوم 25 وبدعوا للجماعه للشهاده يوم 25 يناير، يعني هم عارفين ان هم هيخلوها دم. يعني ايه الكلام ده؟ انا هنزل وبدعو الشعب المصري، بدعوك انت لو لقيت حاجه اتغيرت في حياتك ما تنزلش، لو حاسس بالامان في بيتك ما تنزلش، لو لقيت تاكل ما تنزلش، لو في عداله في الاجور يعني بالنسبه للاسعار ما تنزلش. انزل بجد. احنا ما فيش حاجه اتغيرت، ما فيش حاجه، كله كما كان بل اسوأ مما كان. انزل. احنا مش هنتحايل عليكم تنزلوا عشان تاخدوا حقوقكم. احنا تعبنا ولازم تنزلوا تاخدوا حقوقكم. انت ما خدتش حقك بايدك ما حدش هيجيبه لك. انزل قول لا، ارفض الظلم، ارفض الاستبداد، ارفض ان يبقى مصيرك متعلق بايد ميليشيات ممكن تقتلك في اي وقت.
مفيش دولة قانون، يعني مفيش امن، مفيش امان، مفيش استقرار. سيبك منهم بيضحكوا علينا، ما ضحكوا علينا قبل كده وقالوا نعم للاستقرار للاستفتاء بتاع المجلس العسكري، وادينا مستقرين في العطل، مستقرين في الذل، مستقرين في الاهانه. احنا ايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه اتغيرت. انزل بالله عليك، كلنا مسلمين، ما احنا ما فيناش كفره، احنا بنصلي بنصوم بنعبد ربنا. انزل.